والشاعر مجبر أن يكون ثائرا دائما، ليس معنى الثورة التي نراها في بعض الشاعر في حال الأحيان. الثورة دائما. نعم. المبدع في حد ذاته لكن لا يرضى عن المنجز. ثورة سلمية، يمسك ثورة شعرية القلم في وجه الورقة فقط. وماذا عن رواية المقسوم؟ والله رواية المقسوم هي لحت علي. أنا من النوع الذي رزقه الله بغزارة في الكتابة في الشعر. يبدو. كتبت هذا الديوان، كتبته في 8 أشهر. بعدها بدأت في ديوان، توقفت 3 أشهر وبدأت في ديوان آخر الذي تحت الطباعة الآن، انتهى قبل الثورة ب3 أيام. وأنت لديك نص نثري مفتوح؟ نعم، لدينا صناعة. وضعته في آخر الديوان، هو موجه لمصر بعد أن قامت الثورة، لأني لم أكتب ولم أستطع أن أكتب قصيدة. حتى الآن لا أستوعب، أنا مرعوب مما يحدث في مصر، رغم سعادتي الشديدة جدا بالثورة وما آلت إليه، وإحساسي وأنا أسير في الشارع بالحرية، أنا يعني إحساس ممتع. المهم كتبت الديوان الآخر، وهو ولكن لابد أن نكون متفائلين، لأن نعم القادم أحلى نعم وأجمل. وإلا يعني سنكون هنا البلد، وإلا سنكون هنا البلد ومتفائلين ومتفهمين يعني. متفهمين، هذه نقطة مهمة. نعم. لو تفهمنا أشياء كثيرة لنزعنا فتيل الفتنة من كل أزمة، والوقت يحتاج إلى ذلك يعني. لو وقف كل واحد له أجندة معينة، الموضوع انتهى، الثورة انتهت، رجع تملك الأشخاص المتربصون، ظهروا على الوجه ثانية، وانقضت حياتنا لفترة بعصر مظلم آخر ليس 30 سنة فقط. وهذا لا نريده والله لا أقدر يعني. لا، إن شاء الله لن يحدث، والله يوفق لاختيار حكومة رشيدة، والحمد لله أن رزقنا هذه الحكومة في الفترة الحالية أعمالها تسر يعني. من خلال الديوان تحت الطبع، ومن خلال مدينة شرق الوريد، ومن خلال نص نثري مفتوح، من خلال رواية يعني المقسوم، يعني من خلال هذه الرواية الخط الدرامي داخل أو الخط الروائي داخل هذه الرواية. والله هي تمثل شخصية مصر الإسلامية المسيحية، ولكن بدأتها منذ اغتيال البنا، الإمام البنا. البطل خالد وأمه بهية، طبعا لا ينسب باسم أبيه. المهم في نهاية المطاف يكتشف كل شيء بعد مرور طبعا أزواج بهية وتعسف الأخير بشكل غريب. الرؤية علاقة المتلقي بك كشاعر وكروائي، يعني أيهما أكثر جاذبية؟ والله المتلقي حسب، يعني هناك متلقي يريد شعري، هناك متلقي آخر يريد مستوى معين، يعني يشابه مستوى بعض المؤدين للأغنيات الشعبية الآن، تجد لهم شعبية كبيرة رغم أنه لا يوجد فن ولا يوجد كذا ولا يوجد كذا. ربما أحيانا أقصر في الشو أو القدرات العرض، لكن في النهاية أنا قصيدتي مقروءة، في النهاية أجد بعض الأشخاص. وأنت تلقي القصيدة يعني بشكل جيد، يعني جزء كبير في حياة الشاعر أن يلقي القصيدة. ربما لأنك تتفهم يعني تقبلتها بهذا أو استقبلتها بهذا الشكل، لكن هناك آخرون يرون الشعر شيء آخر، يرون الشعر حالة تمثيلية على مسرح. الشعر ليس كذلك يعني. أنا أعذر هذا يعني 30 سنة يعني ونحن ننحدر بعد أن كنا على القمة، لم يعد عندنا الثقافة في الأغلبية. هل نحن في حاجة إلى مدارس شعرية؟ يعني كما حدث مع مطلع النهضة الأدبية في مصر في بدايات القرن العشرين، مدرسة الإحياء والبعث عند البارودي والموجات المتلاحقة فيها حافظ وشوقي. والله أنا وبعد ذلك مدرسة الرومانسية، أبولو، الديوان. أنا أطمح لمرحلة أخرى أكثر تطورا يعني كمدرسة معي المرحلة تمثلها مدارس. كل شخص لو كتب نفسه بالطريقة التي تمليها عليه بنفسه، والله سيكون لكل شخص مدرسة، مع توفر شرط مهم جدا للتعايش، يعني هو التفهم، الذي نفس العنصر الذي تكلمنا عنه هو التفهم. لابد أن يكون الجميع متفهما لمدرسة الآخر، لا يرفض ولا يقول له أنت قديم. يا أخي هناك في ظروف تحتم على القصيدة أن تكون بهذا المقياس، لا يجب أن أكتب صورة مبهمة تماما. شعر معاصر، هناك حداثة وبعد حداثة، هناك شعر كلاسيكي. لكن المشكلة طبعا التي نواجهها كثيرا هي، ربما أكون مخطئا ولكن أحيانا أجد أن
كثيرا من الإعلام في بلدي حتى الآن، وأرجو أن يعني يصلح حاله، يعني يعني قصير النظر، لا يرى إلا من يتعمد الظهور أمامه. يعني له وظيفة أخرى، المفروض البحث. نحن عندنا ثروات بشرية، لا أقول ثروات بشرية للعمل في مصانع الأغنياء. ونحن نحاول دائما أن نقتنص أو نكتشف، لأن مهمة الكشاف حتى في حياتنا انتهت من فترة كبيرة، أن احنا نحاول أن نكتشف. لماذا نقف عند عبد الحليم، عند أم كلثوم، عند شوقي، عند صلاح عبد الصبور، عند أمل دنقل؟ لابد وأن نكتشف، ونحن جزء من مهمتنا أن احنا بنحاول. وبدليل أنك معنا اليوم وكثيرون كانوا معنا خلال أيام طويلة وحلقات متنوعة ومتعددة عبر هذا البرنامج. لنعد مرة أخرى إلى قصيدة. لأن الشعر صوته أعلى من أي حاجة في هذه الفقرة. أقول قصيدة إلى، هل يصلح أن تكون طويلة نوعا ما؟ تفضل. هي قصيدة اسمها رجل على قد المقاس. أنا لا أمانع أن أكون السندباد لها لشهر أو لعام، لكن أنا رجل تبنته القرى، أنفي يحب روائح الترب المبلل في مواعيد الزراعة فوق عجابي بعطر من فرنسا. هل سيرضى بحرك المدني بحارا له جلبابي القروي؟ والجلباب كيف يطيق طعم الملح في الأمواج بعد السكر المسود بين شفاه ترعتنا التي تلقي على فداننا أحلى سلام. بيد البحار تفصل الأمواج ثوب السندباد على مقاس السندباد بصدره المفتوح كالسر الذي عرفته جارتنا التي ليست يبل بفوهها فول الكلام. أنا جسمي الريفي من طين الحياء، وجارتي ليست على علم بسري أو بصدري. أخبريني كيف يبحر من على كتفيه رأس لا يجيد سوى بساطة نزهة بين الحقول، ومن ستقنعه ادعاءاتي بأني والبحار مغامران على غرام. لن تمسكي في قريتي إلا القراصنة الصغار، يخططون مع المساء ليخطفوا كنزا من التمر المدارى في جوال فوق أكتاف النخيل. وكم رأيت النخل يغضي طرفه عن همسة المتسلقين، وربما خوفا من الأحجار إن رميت بكفي فاشل في الرمي لم يحسن ولو نطق الحروف يقول لي إن لم يلذ له كلامي يا سلام. أنا لن أمانع أن أكون السندباد، نعم، ولكن لن أكون على الدوام. وعد ل6 أشهر أو ربما للعام أنك لن تعودي ليلة للبيت محرجة حزينة، وسأحسن التمثيل في السهرات، أجبر ربطة العنق الغبية أن تطيع أصابعي حتى وإن وسوست لي أن ربما سيكون أفضل لو رميناها من الشباك رميا لا وريث له، لا وريث سواه في رحم الضغينة. لكن أخيرا لن يظن الحاضرون بأنني رجل من الأرياف في ثوب المدينة. وعد ل6 أشهر أو ربما للعام ألا تصبحي في حاجة أخرى إلى بعض البكاء. سأكف عن شعري قليلا كي أزود وقت تدريب الممل على مقابلة الضيوف والاهتمام بمظهري وطريقة الأكل، الكلام ونكهة الترحيب والتوديع والرفض البشوش إذا دعيت إلى لقاء. وأكف عن سهري مع النجمات حين يزور شرفتي المساء. وأكف عن حلمي بأن سيكون لي ريش ليمكنني الهروب إلى فضاء في الفضاء. لكن ل6 أشهر أو ربما لعام حتى تأخذي من وقتك المدني ما يكفي لكي تتأكدي أني سأفشل في جميع محاولاتي كي أليق بأول امرأة تفصلني وتختصر النساء. فإذا فشلت بأن أكون 2 من طين وماس، أفتقبلين بأن تعودي بي إلى أزماني، إلى زمن يطوف بدار ليلى كي أرد علي ميراثي من الكلمات عن قيس، وآخذ ما أحل الله من ورث لشعري في نسيب أبي فراس. إن كنت راضية على هذا الأساس فأنا سأبدأ في تمارين التحول بانغماس، أو كنت لا ترضين بالشرط الجزائي الوحيد فكلفيني بالبعاد وفصلي رجلا على قد المقاس.
وما أصابه من شرط جزائي. أختم فقرتي معك وكأني أقرأ من لسان حالك ما قاله امرؤ القيس: تخيرني الجن أشعارها فما شئت من شعرهن انتقيت. بشكرك، ونلتقي إن شاء الله مع ديوان آخر ومع إطلالة على نصوص إبداعية أخرى بحجم هذه التجربة يعني الشابة جدا والعميقة جدا. بشكرك أحمد. ربنا يخليك، وأنا شاكر فعلا لمجهود القناة في الثقافي الذي نفتقده في قنوات أخرى كثيرة. آمل أن تتغير مصر فعلا بعد الثورة. سيدي، هذه قناتكم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتواصل معكم، والفقرة التالية والزميلة حليمة خطاب تأتيكم بعد قليل.